بيكم في فيديو جديد. لو حاسس ان دماغك دايما مش سايباك في حالك، بتصحى من النوم دايما بتلاقي نفسك داخل في دوامة أفكار من أول ثانية، ومهما حاولت تهرب من الأفكار دي هي بتجري وراك. عمرك حبيت توقف فكرة مزعجة لقيتها بتزيد في دماغك وكأنك بتحارب في طواحين الهوا زي ما بيقولوا؟ بتلاقي نفسك بتصدق كل اللي بيجي جواك، ودماغك حتى الحاجات اللي بتكسرك أو بتخوفك أو بتخليك تكره نفسك. طب جربت تقول لنفسك أنا قوي، أنا جامد، أنا أقدر أحارب الأفكار دي؟ بس مش قادر تصدق ده لأن في صوت جواك بيشكك فيك. طب تفتكر حياتك هتبقى عاملة ازاي لو عرفت تبص لأفكارك من بعيد بدل ما تعيش فيها وتمشي وراها؟ في الفيديو ده هنتعلم ازاي نفصل نفسنا عن أفكارنا ونرجع احنا أصحاب القرار في حياتنا. اعمل لايك لو الموضوع ده يهمك أو حاسس إنك غرقان في التفكير ومش قادر تطلع من الدوامة دي، وابعت الفيديو ده للي تعرفه دماغه دايما شغالة ومش قادر يلاقي الهدوء والسلام النفسي الداخلي. في آخر الفيديو هنجرب مع بعض اختبار علمي وتمارين عملية هتخليك تحس بقوة الانفصال عن الأفكار لأول مرة في حياتك. امسك أعصابك وخليك معانا للآخر علشان التمرين ده حرفيا هيغير علاقتك مع دماغك للأبد. هنعرف في الفيديو ده ليه دماغنا بيقنعنا ان كل فكرة هي حقيقة مش خيال، وازاي الأفكار بتتحول لسجن واحنا مش واخدين بالنا، وايه الفرق بين ان انا عندي فكرة وان انا اكون انا الفكرة، وازاي تبطل تشتري الأفكار اللي بتدمرك وتتعلم تسيبها تمر. هنجاوب كمان على أسئلة زي ازاي اتعامل مع الأفكار السلبية اللي بتتحكم فيها، وهل ممكن أبطل أصدق كل فكرة بتعدي في دماغي؟ وأخيرا إيه التمرينات اللي بتساعدني أتحرر من التفكير؟ تعالوا نجيب الموضوع من الأول. العقل البشري يعتبر ماكينة أفكار. العلماء بيقولوا إن في اليوم الواحد بيعدى علينا أكتر من 50,000 فكرة. معظم الأفكار دي بتيجي وتروح وإحنا مش بنلاحظها، بس أغلبنا بيصدق كل فكرة كأنها قانون كوني عن نفسه. طب ليه ده بيحصل؟ دماغنا مصممة من آلاف السنين علشان تحمينا. لو في خطر في البيئة المحيطة لازم ناخد بالنا بسرعة. عشان كده أي فكرة سلبية أو تحذيرية بتيجي في بالك بتحس إنها مهمة ومحتاجة إنك تركز عليها. فالعقل بيديك مثلا أفكار عن نفسك، مثلا إنك فاشل أو أن الناس محدش بيحبني، أو أفكار سلبية عن المستقبل، إن لا أنا هفشل، لا المصيبة دي هتحصل. المشكلة إن أنت بتبني عليها مشاعرك وسلوكك زي واحد بالظبط لابس نظارة سودة شايف العالم كله كئيب، ماهوش شايف الحقيقة، شايف الدنيا كلها من خلال العدسة اللي في دماغه. من ناحية تانية احنا مش بنصدق الأفكار، لا ده احنا أحيانا بنحاربها. يعني مثلا جه في دماغك انك مش كويس كفاية، بتلاقي صوت داخلي جواك بيرد على الفكرة دي، لا أنا كويس، أنا مش وحش، أنا مفيش حد زيي، وتبدأ حرب داخلية، صوتين عمالين يزعقوا في بعض وفي الآخر بتطلع تعبان. أكدت الدراسات الحديثة في العلاج السلوكي المعرفي وعلاج ما يسمى بالقبول والالتزام، أثبتت إن كل ما حاولت تقاوم أو تهرب من فكرة معينة غالبا الفكرة دي هتقوى. أكيد الحل مش في إنك تموت الأفكار، الحل إنك تتفرج عليها من بعيد. وهنا السر، لما تتعلم تقف خطوة بره دماغك وتشوف الأفكار وهي بتمر من غير ما تعيش فيها، بتحس ساعتها بالحرية الحقيقية. وهنشرح الكلام ده أكتر قدام في مفهوم بيطلق عليه الانفصال عن الفكرة، وهو الفرق بين إن أنا عندي فكرة إن أنا فاشل وبين إن أنا فعلا فاشل. كل فكرة في دماغك مجرد كلمة،
جملة أو صورة مش لازم تصدقها ولا تبني عليها حياتك. ايه تأثير ان انت تصدق الأفكار دي؟ الشخص اللي بيصدق كل فكرة بتيجي في دماغه غالبا بيعيش في قلق مزمن أو اكتئاب. زي واحد مثلا داخل فرح أو داخل أي تجمع، جاتله فكرة إن الناس مش بتحبني، طبعا مش هيقدر يتفاعل مع الناس، هيبدأ ينسحب، هيتجنب الكلام، هيحس إنه فعلا مرفوض مع إنه محدش قاله الكلام ده فعليا. بس الأفكار ممكن تتحول لقوانين في دماغنا، قوانين داخلية. يعني الفكرة لما بتكون في دماغي أنا ببني عليها حاجات كتير جدا. أنا هحكي لكم موقف عملي من حياتي العملية. وأنا بطبخ في يوم، أنا راجعة من شغلي تعبانة جدا، فقلت خلاص أنا هطبخ وبس، مش هقدر أنظف المطبخ للآخر وخليه على يعني إيه بشكل منمق وجميل زي ما بننضفه خالص ونسيبه. فقعدت الفكرة في دماغي طول ما بطبخ، لا أنا هطبخ بس، أنا مش هقدر أكمل، أنا مش هقدر أخلصه. وبعدين فكرت في الكلام اللي قاعد يدور في دماغي، قلت لا، طب ما أنا ممكن أنا بعقلي وبتفكيري إن أنا أغير الكلام ده وأقول أنا هقدر. أنا ممكن وأنا بطبخ قبل ما أخرج أخلص الدنيا دي خالص، وأخرج وخلصت الطبيخ وأنضف المطبخ خالص. قلت أنا اللي هغير التفكير اللي قاعد بيدور في دماغي. وفعلا لما حاولت أغير الأفكار لقيتني فعلا بطبخ وبنظف وبخلص المطبخ وخلصت كله في وقت قياسي. يعني عايزة أقولك إن الأفكار اللي في دماغك دي هي اللي بتبني عليها حياتك، فما تستسلمش لكل فكرة غلط. انت ممكن تغير كتير. لما تلاقي الفكرة نفسك هتصدقها وفكرة غلط، انت اللي توقف قدامها، انت اللي تحاربها، انت اللي تغير فيها. الخطوة التانية أو التكنيك التاني هو إنك تسمي أفكارك. الأفكار السلبية اديها فكرة مش كويسة، هنا هتخلي عقلك ما يصدقهاش. أي فكرة بتجيلك وسميها مثلا النقد الداخلي، ده بيخلي دماغك يشوف إن الفكرة زي شيء خارجي، مش كأنها أساس لازم تصدقه. الخطوة التالتة هو إنك تشكر دماغك. كل ما تجيلك فكرة مزعجة قول لنفسك شكرا، شكرا يا دماغي على الفكرة دي، بس أنا مش هعتمد عليها. المرة دي الجملة البسيطة دي بتفصلك فعلا عن الفكرة، بتخلي عندك حرية تختار تتابعها ولا تسيبها ولا تعدي ولا ما تكررهاش. بتعلمك إنك مش مضطر تصدق كل فكرة، يديلك مساحة للهدوء والتركيز في اللحظة اللي انت عايش فيها دلوقتي. الخطوة اللي بعد كده ان انت تكرر الفكرة بصوت عالي وبنظرة مضحكة او غريبة. يعني الفكرة السلبية اللي مضايقاك ابدأ قولها بصوت عالي، استهزأ بيها، قول بصوت كرتوني، قولها بأغنية مضحكة، عقلك هيرفضها. الكلمة اللي فقدت معناها وبالتالي بقت مجرد صوت تافه. الأبحاث بتقول إن إعادة تكرار الكلمات والمصطلحات بشكل ساخر بيساعد العقل يفصل معناها عن مشاعرك، وبتقل ساعتها سيطرتها عليك. الخطوة الأخيرة إنك تحول الأفكار دي لرمز مادي. يعني إيه؟ كل فكرة سلبية بتتكرر معاك اكتبها على ورقة أو أي حاجة تحسسك إن الفكرة بقت حاجة ملموسة، بقت خارج دماغك، يعني ممكن تشيلها أو تسيبها أو تبدلها. مثلا تكتب الأفكار السلبية على ورقة أو تحرقها، ده بيزود إحساسك إن أنت مش مجبر تشيل كل يوم فكرة في دماغك. الخطوة اللي بعد كده هو تمرين التأمل. ملخصة الأفكار تخيل، كل فكرة بتمر جواك كأنها ورقة شجرة بتعدي على سطح مية. سيب الأفكار تظهر وتعدي من غير ما تمسك في ولا واحدة فيهم. كل شوية لاحظ إن في فكرة ظهرت وسيبها تروح من غير مقاومة. التمرين ده بيدرب دماغك على تقبل وجود الأفكار من غير ما تتشدد ليها أو تصدقها. لو تعمل التمرين ده قبل ما تنام، خد 3 دقايق تكتب أو تلاحظ الأفكار اللي بتعدي عليك. اسأل نفسك، هل الفكرة دي مفيدة؟ هل هتساعدني أعيش حياتي بطريقة أفضل؟
ولا سيبها تعدي وادور على فكرة اقوى تخلي مشاعر ايجابية، ولو هي مش كويسة اخليها تعدي. فكرة مثلا دلوقتي بتقول كذا، اقرأ الفكرة دي بصوت عالي، اقرأها وابصلها نظرة كده غريبة لو هي مش كويسة او نظرة ساخرة، او اضحك عليها او اقول ايه اللي انا بقوله ده، وابعد الفكرة تماما عني. بنتمنى تشاركونا في الكومنتات ايه اكتر فكرة بتحصر دماغك دلوقتي، وازاي كان احساسك لما طبقت التمرين او واحد من التقنيات اللي قلنا عليها. خليك فاكر دايما ان انت مش افكار، انت صاحب الافكار. دماغك اعتبرها زي ما كانت كلام، مش لازم تصدق كل كلمة تطلع منها. انت اللي هتختار افكارك زي ما بتختار هدومك بالظبط. يعني الهدوم اللي مش لايقة عليك بتسيبها، هكذا الأفكار. علشان كده لازم نبتعد عن الأفكار السلبية. شوف ايه اللي ينفعك، شوف ايه اللي بيضرك. كنت معاكم إيمان محمد من قناة النجاح قرار. أشوفكم على خير دايما. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.